كل سنة ودخلت الشتاء أطفال بقى رشح وبهدلة، وتلاقي الأم تقول لك يا دكتور قول لي على حاجة ألحق بيها ابني قبل الدور ما يزيد عليه. أقوى وأهم حاجة تعمليها لابنك غسيل الأنف. لازم تتعلمي تغسلي مناخير ابنك بمحلول ملح. الموضوع سهل وبسيط. لما تقول لك أنا خايفة، لا مش هعرف، وبعدين تطلع بتعرف عادي. تيجي تقول لها تعالى اعلمك سواقه العربيات، تقول لك لا بخاف، وبعدين بتسوق. تعالى نجوزك، انا خايفه اتجوز، وبتتجوز عادي. يعني كل حاجه بتخاف منها بتطلع سهله بعد كده. فعايزه تساعد ابنك، اتعلمي تعملي غسيل انف. تجيبي سرنجه كبيره 10 سم او 20 سم، او شفاط انف كبير، وتغسلي زي ما انت شايفه كده في الفيديوهات. امهات الاجانب شاطرين جدا في الموضوع ده، وبينقذوا اطفالهم قبل الافرازات دي ما تنزل على صدر العيال وتعمل التهابات شعبيه، وساعتها بقى نخش في مضادات حيويه وجلسات بخار. فلو انت شاطره وخايفه على طفلك، لازم تفضي الجيوب الانفيه بتاعه الطفل من الافرازات الكتيره اللي في جيوبه الانفيه. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.